كورتين جت سالم في الاختراق الفني، في الاختراق اللي ما بين المدافعين وسببت خطورة. هذه من كاميرات خاصة للأحداث اللي حصلت بعد المواجهة. كانت البداية بفرحة للعويشير اللي اعتبرت استفزاز من جمهور الهلال، بادروه بكم علبة أنا شفتها مرمية من قبل الجماهير تجاه اللاعب. أول من ركض داخل غرفة الملابس أو داخل الممر كان جحفلي والشهراني من جانب نادي الهلال، ثم لحقهم تباعا لاعبي الفريقين. هنا نشاهد ديجنيك لاعب نادي الهلال يحاول تهدئة الجماهير الهلالية بعد هذه الأحداث. وهذه اللقطات كانت من داخل الممر في المنطقة المخصصة ما بين غرف لاعبي الفريقين. وهذا الباب اللي نشاهده هو باب فريق أحد، والباب المقابل له في الجهة